ميزانية الجزائر اللي هي 600 مليار دولار، هُم يقولوا 600 مليار دولار، bien sûr كل الرقم هذا ماشي دقيق، باسكو كاين فرق بين الميزانية التقديرية والميزانية الفعلية اللي نصرفوها في نهاية السنة. هنا في القناة لو كان تدخلوا للقناة تاعي راح تلقاو باللي هضرت على الموضوع هذا، هضرت في اليوتيوب في لايف جبنا ميزانية الجزائر حطيتها قدامكم وشرحتها. أي واحد قرا اقتصاد ولا قرا حتى في الجامعة الجزائرية ولا في أي جامعة راح يشوف الفيديو هذا يعرف بلي الفيديو هذا تقني. يعني هضرت على المؤشرات الاقتصادية ولا المالية اللي موجودة في قانون الميزانية، وقسمتها إلى ميزانية التسيير، ميزانية التجهيز، هضرت على اعتمادات الدفع، هضرت على الحجم الكبير في الجزائر تاع الميزانية وين يروح، الأجور، الدعم الاجتماعي، هضرت على المشاريع اللي مستقبلا حابين يمولوها، المشاريع قيد الانجاز. المهم هضرت على بزاف صوالح، عاودوا رجعوا للفيديو هذاك راح تعرفوا التفصيل تاع قانون الميزانيه. من بين الصوالح اللي هضرت عليهم هي الفرق بين الميزانيه التقديريه والميزانيه الفعليه. وحطيت قدامكم التقرير تاع صندوق النقد الدولي اللي يوضح في اخر 5 سنوات قداه نسبه تنفيذ الميزانيه. كي تكون نسبه تنفيذ الميزانيه اكيدوا لي برك الصوت، كي تكون نسبه تنفيذ الميزانيه يا جماعه ضعيفه، هذا يعني انه الحكومه في الحاله هذه هذا مؤشر سلبي للحكومه ماهوش ايجابي. بمعنى اخر انه الميزانيه تقسم مثلا على البلديات، على الوزارات، على المصالح، ميزانيه الاستثمار، وفي نفس الوقت التنفيذ تاع الميزانيه هذا ماشي 100%، يعني ما صرفوهاش، يعني كاين مشاريع معطله، يعني كاين بلديات ما قدروش ينمولوا مشاريع، ما قدروش يديروا خدمتهم. وبالتالي الميزانيه الفعليه في الجزائر عاده بين 70 حتى 80% اقصى حد، حنا نديروها 75%. معناتها اذا توقعنا نفقات تاع 100 مليار دولار على الغالب ماناش راح نتجاوزوا 75 مليار دولار في الحقيقه، 70 مليار دولار. وبالتالي الحساب هذاك تاع نروحوا نروحوا نشوفوا قانون الميزانيه ونجمعوهم ونقولوا هذه هي الميزانيه تاع الجزائر اللي صرفناها، غلطه. ومن بعد مديت مقارنه في الاحصاء. كاينه حاجه يسميوها لنا في المنهجيه العلميه، كاينه حاجه يسميوها المقارنه المعياريه، نقارنوا امر مقابل امر واحد باش نستنتجوا خرجوا باستنتاجات معينه. معناتها نهزوا الميزانيه تاع الجزائر، نهزوا الميزانيه تاع فرنسا، تاع المغرب، تاع تونس، تاع السعوديه وما الى ذلك باش نعرفوا وين رانا، لاننا احنا جزء من العالم هذا. ماناش كي نديروا المقارنه المعياريه هذه باش نردوا ولا باش نوضحوا حجه بسيطه، اللي هي الناس اللي يعتقدوا بلي المبلغ تاع 500 مليار دولار ولا 600 مليار دولار في سنه هو مبلغ كبير. هادو الناس بسهوله ببساطه راح نبينوا بلي الرقم هذا صغير جدا، وحنا في الحقيقه الميزانيه تاعنا ميزانيه فقيره. لماذا؟ لانه السعوديه تنفقوا في سنتين ماشي في 6 سنوات، اقل من سنتين، سنه ونص. لانه فرنسا تنفقوا في 3 اشهر. تخيل انت الميزانيه تاعتك تاع 6 اشهر تنفقها فرنسا في 3 اشهر. كاين ناس يقول لك بصح فرنسا البنيه التحتيه لفرنسا، هادو ما فاهمين والو مساكن. 40% من الميزانيه الفرنسيه تروح دعم اجتماعي، 40% من الميزانيه الفرنسيه تروح دعم اجتماعي، ما عندها حتى علاقه بالبنيه التحتيه. البنيه التحتيه الفرنسيه راهي موجوده منذ 50 سنه. الميزانيه السنويه يا صديقي العزيز اللي تقول لي تتقارن بفرنسا، البنيه التحتيه الفرنسيه هذيك الميزانيه صديقي راهي اللي تصرف خلال سنه، خاصه بسنه فقط. فرنسا ما تتبناتش في 2024 اللي هو الرقم اللي قدمته انا. فرنسا تبنات من 1850 وهي تتبنى قبل من 1770. معناتها ميزانيه هي المصاريف تاع الحكومه الفرنسيه فقط. القطاع العام، الدعم الاجتماعي، ميزانيه التسيير وميزانيه التجهيز الخاصه بفرنسا. معناتها كي تقول لي البنيه التحتيه الفرنسيه راح نعرف بلي انت انسان جاهل. نعم، واسمحوا لي على العباره هذه، نعم انت انسان جاهل. علاش انت انسان جاهل؟ لانه ببساطه ما عارفش واش معناتها ميزانيه. تحسب الميزانيه شغل ميزانيه فرنسا هي بنوا بها فرنسا، لا، الميزانيه هي الاموال التي تصرف من طرف المصالح التابعه للحكومه او توزع على الشعب عن طريق اجور اللي يخدموا في القطاع العام، خدمات اجتماعيه، صحه مجانيه وما الى ذلك. هذه هي الميزانيه الفرنسيه. يعني واش تصرف فرنسا في 3 اشهر تصرفوا الجزائر في 6 سنوات؟ راكم تلاحظوا الفرق. الحد الادنى للاجور في فرنسا شحال؟ انا هنايا راح ندخل عامل السكان. فرنسا عندها ضعف عدد سكان الجزائر، وبالتالي كي ندخلوا عامل السكان راح تولي واش تصرف فرنسا في 6 اشهر تصرفوا الجزائر في 6 سنوات. واش تصرف الجزائر في شهر في فرنسا في شهر تصرفوا الجزائر في سنه. الحد الادنى للاجر في فرنسا شحال اخوتي؟ 1300 صح؟ اوكي 1300. قسموا 1900 على 9، 1300 على 9 شحال طيح؟ 1200. قسموا 1200 على 9 صحيت حبيبي؟ 1200. حنا نديروها 1300 سيدي باش الناس ما يغيظهاش الحال. حنا نديروها 1300 طيح لنا واحد 140 اورو. داكور. شحال الحد الادنى للاجور في الجزائر؟ نديروها 133. ها هي مشات. نديروها 135 باش يجي الحساب ساهل. شحال الحد الادنى للاجور في الجزائر في القطاع العام؟ 2 ملايين و400. 135 اورو شحال تعطينا بالدينار؟
البساطة. المشكل تاعك واش هو؟ مشكل مداخل ونفقات قليلة. بسيطة جدًا. معناتها كي نديرو حنا مقارنة تاع ميزانية، ماشي نديرو مقارنة بين الدولة الفرنسية والدولة الجزائرية، رانا نقولو شحال رانا فقراء، هذا ما كان، فقراء بزاف مقارنة بدول أخرى، فقراء ياس نعم. لما تقارن الميزانية الجزائرية بالميزانية السعودية، اللي عدد السكان في الجزائر أكبر من عدد السكان في السعودية، واش تنفق نتايا في سنتين في 6 سنوات؟ السعودية صرفته في سنتين يا صديقي. مداخيل يا ربي واسمها الشركة هذيك تاع ارامكو، فوالا. شحال المداخيل تاع شركة ارامكو اللي هي شركة سعودية؟ خليني نكونفيرمي شحال المداخيل تاع شركة ارامكو اللي هي شركة سعودية معروفة. شحال المداخيل تاعها؟ ارامكو توتال 436 مليار دولار 2024 و450 متوقع 2025. يعطيك الصحة خويا حبيب، بارك الله فيك على الريبونس تاعك اللي رابيد، ميرسي خويا. 450 مليار دولار اللي هي مداخيل الجزائر ل5 سنوات، عفوا 5 سنوات. واش 5 سنوات؟ الجزائر 63 مليار دولار مداخيل الخزينة الجزائرية. مداخيل الجزائر ل 9 سنوات، 8 سنوات نديروها. تخيلوا نتوما شركة سعودية واحدة اللي هي ارامكو مداخلها يعادل مداخيل الشركة الجزائرية، مداخيل الحكومة الجزائرية كلها، بمداخل ضريبية وغير ضريبية، مداخل الغير ضريبية، مداخل الغرامات، ومداخل الشركات الوطنية مثلا سوناتراك الجيريا بوستال سيرفيس، مدير بريد الجزائر، اتصالات الجزائر، خطوط الجوية الجزائرية، سونال غاز، كل الشركات الجزائرية الوطنية الأرباح ديالها تضاف مداخل الخزينة بلس تاكسس الضرائب. نايكي اللي هي شركة أحذية مداخلها مقاربة لمداخل الجزائر لمدة سنة، 48 مليار دولار مداخلها. نسلي اللي هي الشركة سويسرية تاع الأغذية، الصناعة الغذائية، 110 مليار دولار مداخل الجزائر تقريبا لسنتين. وولمارت 663 مليار دولار. رانا نهضروا على شركات. انت اللي مازال يقول لك وين راحوا اموال الجزائر، في الحقيقه انا بالنسبه لي عايش في كاشا، ما يعرف والو في العالم هذا. مداخيل الدوله الجزائريه بكل بساطه ضعيفه، نفقات الدوله الجزائريه ضعيفه بكل بساطه. كاين اللي يقول لك باسكو انا شفت لي كومونتير اللي ممكن ما يتفقوش معنا. كاين اللي يقول لك باغ اكزومبل يقول لك مثلا ولكن في فتره بوتفليقه كانت مداخل الدوله الجزائريه اقل. لا صديقي، ما كانتش اقل مقارنه بعدد مداخل الحكومه الجزائريه، يعني الخزينه، مقارنه بعدد السكان في تلك الفتره. مثلا كي كان البترول مرتفع اللي هي من الفتره تاع 2007 حتى الفتره تاع 2011 كنا في 32 مليون نسمه. صبروا نشوفوا شحال كنا. دقيقه جماعه باش ما نبدلكمش رقم. الجيريا population 2008 كنا 34 مليون نسمه، يعني 10 مليون نسمه ما تكزيستيش. 10 مليون نسمه تاع 34 مليون نسمه، رانا نهضروا على 34 10 على 34 اوكي 0.4. رانا نهضروا تقريبا يا جماعه على 20% من السكان ما كانش اكثر، 22 23% نسبه السكان اللي كانت موجوده دركا ما تكزيستيش، ما كانت اللي موجوده دركا كانت ما تكزيستيش. 25% تقريبا من السكان ما كانش يا جماعه. يعني من المفروض مداخل الدولة الجزائرية اليوم تكون أكبر من مداخل سنة 2008 ب25% باش نفقات الحكومة الجزائرية تكون نفسها. الوقت هذاك دقيقة جماعة، نشوفوا 2008 شحال كانت مداخل الحكومة الجزائرية. 70 مليار دولار، كانت أكثر من المداخل الحالية في 2008. مداخل الدولة الجزائرية في تلك الفترة، الحكومة الجزائرية اللي هي مداخل الخزينة العمومية باش تفهموني، ماشي صادرات ولا مداخل الخزينة العمومية، خير رانا نهضروا على نفقات الميزانية، كانت 70.06 مليار دولار. يعني عدد سكان أقل ومداخل أكبر
بكل بساطة زادت أسعار البترول، كانت صادراتنا من البترول أكبر، استهلاكنا الداخلي من الغاز والبترول أقل، احتياطيات الصرف وصلت ل208 مليار دولار، فتحنا الاستيراد، دخلوا السلع بكميات كبيرة، انخفضت الأسعار، وحتى كاين الدعم الاجتماعي ارتفع، السكنات توزعت، رفع في الأجور زاد، الجزائريين عاشوا ارتياح مالي نوعًا ما كانوش مرتاحين، ولكن كاين نوع من الارتياح المالي اللي عكسته الارتفاع في مداخل الدولة الجزائرية، الحكومة الجزائرية، الخزينة العمومية، بكل بساطة. هذا ما كان. يعني القاعدة الأساسية هي الأساس. شحال دخل؟ تخيل نتايا واحد حياته كومبلي ويخدم يدخل في 5 ملايين للشهر في الجزائر، عنده 4 ولاد. تخيل تجي مرته على 10 سنين تقول له جارنا هذاك راه شرا طوموبيل، عنده معاه مزواج تاع 10 سنين وانا مزوجه بك مازال ما شريتليش طوموبيل. يقول لها سرقوا غلطوا لي في الصرف، كي راح نقضي الخطره اللي فاتت في 100,000 طوماج. لو كان ما غلطوليش في الصرف وما سرقونيش وما حبش يرجع لي مول الحانوت ال 100,000، لو كان يرجعها لي نشريو طوموبيل. لا ميم شوز واحد يقول لك الجزائريين ما عايشينش مليح على خاطر الصرف، الانفاق تاع الاموال الجزائريين كلها نهب وسرقه والجزائريين لم يستفادوا منها. كاين اللي يجي يقول لك باغ اكزومبل بصح هذه اسيدي 60 مليار دولار هذه ناثينغ، ما كان والو. 60 مليون دولار هذه واش اسيدي راك تقول وين راحت؟ باش تعرف وين راحت لازم تروح تقرا قانون الميزانيه. نهار تقرا قانون الميزانيه تعرف بلي الحكومه الجزائريه هكذا مسكينه ضيقه هكذا مزيره عليها. لازم تروح تقرا الاموال تاع الدعم الاجتماعي شحال في الجزائر. صبروني نحاول نخرج قانون الميزانيه هنا قدامي. مانيش حاب نحضر باسكو الفيديو راهو في اليوتيوب على كل حال، بصح نحاول نخرج القانون هنايا باش نعرف نعطيكم ارقام رابيدمون. شحال بالدولار نفقنا، شحال من الدولار نفقنا. شوفوا يا جماعه 2023 مثلا نفقنا 4.6 مليار دولار على الدعم تاع المواد الاساسيه. انفقنا في كل انواع الدعم، الماء، الانرجي، الغذاء، كل انواع الدعم. ارانا نافقين في سنه 2024 35 مليار دولار. يا جماعه 30% من ميزانيه الجزائر تروح دعم اجتماعي بكل بساطه. معناتها الحكومه الجزائريه لازمها كل سنه عندها على الاقل 25 مليار دولار، هذه ما تقدرش توشيها. يعني لو كان ينحيو دولار واحد منها رايحين يمسوا بالدعم الاجتماعي في الجزائر. درك هنا ياس ما نتفقوش على الدعم الاجتماعي في الجزائر. نوعيه الدعم الاجتماعي اللي موجود في الجزائر اليوم فيه هضره. مثلا لو كان ينحوا فقط الانرجي، الدعم على الطاقه مثلا في الجزائر، تقدر الحكومه الجزائريه تدخر 1.8 مليار دولار سنويا. في نفس الوقت كي ينحيو الدعم على الطاقه في الجزائر اسعارنا ترتفع من ناحيته بخر له. نقدروا هنا نزيدوا نتعمقوا شويه نقولوا لا نحيو الدعم على اسعار الطاقه مثلا على الليسونس في الجزائر، لهذاك اللي يروح للليسي دراغي القاصرات بالطوموبيل تاعو هذاك ما نمدولوش الدعم، نحوه له، نخلوا الدعم غير للموالين الكرام وموالين لي طاكسي هذوك واللي يخدموا طاكسي واللي يخدموا مع لي زابليكاسيون في الجزائر هذوك، ويقدروا فوالا يبروفيو شحال راهم يمشوا وشحال راهم يحطوا في ليسونس. هذوك عندهم الحق انهم يديروا ليسونس مدعم، الباقي نحي لهم جدا موالين الدعم. يا هناني معاك، بصح في كل الحالات رانا نقعدوا ندوروا في النفق تاع 63 مليار دولار نفق مداخيل. يعني كيما كي شغل واحد شرا 4 تيبانات تاع خبز، نص تيبانات تاع خبز طايشت في الزباله، نص تيبانات تاع خبز كي ما تطايشلكش في الزباله الغدوه مثلا ما راحش تولي غني، لا رايح تسيفي 4 دينار جزائري فقط، راح تسيفي مليار 1.2 مليار دولار. سما الاساس اللي موجود اليوم في الجزائر اللي لازم الناس تخدم عليه بكل بساطه جماعي بسيطه، الدخل. لازم نرفعوا الدخل القومي الوطني. في نفس الوقت 1.8 مليار دولار عباره عن منح لدول اخرى. ما فهمتكش يا صديقي واش تقصد؟ ما تبقاوش يا جماعه تعاودوا لي كومونتير باش نقدر نقراو لي كومونتير. كاين باغ اكزومبل اللي يقول لك شفت واحد قال لي جوجل له يا جماعه شوفوا ما نهبطوش المستوى يا صديقي، اذا مازال حاصل ما تعرفش موقع جوجل واش الخدمه تاعو ما كان لا تجي لللايف. هذا جوجل هو موقع بحث يوصلنا بطريقه سريعه المواقع رسميه، المواقع هذه تاع مؤسسات رسميه. يعني يا صديقي في 2025 ما لازمش نروح انا المعهد الوطني للاحصاء بنجيب رقم، ما لازمنيش نروح للبنك الدولي
ما لازمنيش نسافر لاوروبا باش نروح نجيب ارقام، ما لازمنيش نسافر لفرنسا، ما لازمنيش نروح لوزاره الماليه الفرنسيه ونحكم رونديفو ونطبطب ونقول لهم يا جماعه قداه صرفتوا. ندخل لعمي جوجل نقول له فوالا توتال مثلا ريفينيو تاع الحكومه الفرنسيه، هو يخرج لي بزاف مواقع، وكاين اللي يخرط وكاين اللي يهضر. اون جينيرال درك كاين الذكاء الاصطناعي، ميم في جوجل دخلوا الذكاء الاصطناعي عليه يحاول يخرج لك ارقام اللي تعكس المصادر الرسميه. نحب ندخل انايا نقرا الرقم ونروح نشوف المصدر تاعو. هذا هو الخدمه تاع جوجل يا صديقي. سما الا مازالك تدور في جوجل يبقى خويا خالد ما نحاوش. سما نتايا غير ما كان تدخل لايف هذا ريح معاك، كبس لي وكبس له ودعمني وندعم لي زوم واعر وهارب والجيش وجيش فلان وجيش فلان، خطاك من المواضيع هذو. سما الخلاصه اللي حابين نقولوها واللي نعيب نعاودوا نرجعوا لها واللي من 2019 حنا نهضروا فيها، يا جماعه رانا عندنا مشكل كبير تاع مداخل في الجزائر بكل بساطه. راهي تزير ينهبط اسعار البترول اسعار المحروقات، تزير السنتور يترتفع شويه يبداو يفتحوا السنتور. اللي كان تروحوا تقراو بفكر نقدي قانون الميزانيه تفهموا باللي بمجرد ارتفعوا لنا احتياطيات الصرف ل 71 مليار دولار راحوا خططوا باش يفتحوا الاستيراد اكثر. يعني كي نقول لك يفتحوا اكثر ماشي يفتحوه، لا، يزيدوا 5 ملاير حتى ل 10 ملاير استيراد، لانه مرتاحين شويه، ماهمش في الضائقه هذيك الماليه اللي كانت في فتره كورونا تاع وصلنا حتى ل 42 مليار دولار اللي ما تغطيناش حتى 9 اشهر من الاستيراد. وهذه خطر كبير اللي يؤدي بالدوله انها تروح للاستدانه الخارجيه باسعار فائده عاليه، والاستدانه هذيك بتغطي حاجياتك الاساسيه اللي في النهايه تدخلك بيان سور في نفق مظلم، ويولي الشعب ويولي جزء من دخل الشعب يصرف على تكاليف القروض. وهذا ما يحدث بالضبط في مصر ويحدث في تونس ويحدث بدرجه اقل في المغرب. وش معناتها جمله منح الجزائر 200 مليون دولار لبنان مليون لبنان عباره عن استثمار؟ شوف صديقي العزيز، انا بيرسونالمون عندي ناس تتبعني تحترمني بكل صراحه، باش نكون صريح معكم. كاينه ناس تتبعني عندها مستوى، عندها مكانه ثاني بغض النظر على الدوله اللي راهي فيها، وهادو الناس عندهم عقل. انا لو كان نروح ندير منشور على 200 مليون دولار باسكو واحد ناظم دعمش دار فيديو بالدعميش في عينيه، قرا الخبر هذا في موقع اخباري لبناني ولا فرنسي ولا مغربي ما يهمناش، راح يطيح قدري مع الناس هادو. انا ما نقدرش نعلق لك على حاجه ما عندهاش مصدر، لاني هنايا راح نولي انسان اعتبر الاعلام مصدر. الاعلام ينقل المعلومه، الاعلام ماشي مصدر رسمي. نهار يكون كاين مصدر ونقرا الخبر ونقرا الطريقه اللي ينفق بها ال 200 مليون دولار هذه، لتما نجي نعلق لك وراسي مرفوع بكل بساطه. حاب نصدر التمر حاب نصدر التمر. شوف صديقي، اني درت ادخل الفيسبوك تاعي لو 3 اوت، اني درت منشور اللي يحب يدخل ليه بيان سور. اني درت منشور 3 اوت على المشكل تاع التمر في الجزائر. كاين واحد كاين الكود فيدرال ريغوليشنز تاع لي زيتازيني سي اف ار، اللي هو موقع ولا هيئه تابعه الانفايرمنت ايجنسي، وكالة البيئة، حاجة كيما هكذا. هادو يا جماعة هادو يا جماعة يحاولوا يحطوا المنتجات بالترتيب، ويحاولوا كيفاش يلقاو يحطوا النسب المسموحة بها في المواد الكيميائية على المنتجات الفلاحية اللي هي المبيدات على الغالب. وكل منتج يحطوا له نسبة على حساب كمية الاستهلاك تاع المنتج هذاك، على حساب الحجم تاعو، وعلى حساب ايضا شحال يحتاج. ويديروا واحد التسامح ان صح التعبير اللي يسمحوا به، يعني واحد النسبة. مثلا انت اذا مهتم بالتصدير التمر من الجزائر الى امريكا، هذا هو الاشكال رقم واحد اللي راح تلقاه، التمر غير مسجل في السي اف ار. التمر الجزائري من افضل واجود واحسن انواع التمر في العالم. هذا ماشي كلامي، هذا كلام خبراء، هذا كلام الاف دي اي. التمر الجزائري هو اقل تمر في العالم تستخدم فيه المبيدات، لانه الظروف اللي ينتج بها التمر في الصحراء جد مناسبه. الحاجه للمبيدات بكميات كبيره قليله جدا، ظروف طبيعيه تخلي التمر الجزائري هو الافضل في العالم لا مثيل له. راني داكور. في نفس الوقت التمر على العموم من اي دوله في العالم يجي لامريكا نسبه كبيره منه يرجع بيو تقريبا ياس، نسبه منه كبيره ترجع. على كي نقولوا نسبه كبيره ماشي يرجع الكل، ولا يعني هو اكثر نسبه تاع المنتجات الفلاحيه والفواكه اللي ترجع من امريكا يرجعوها. علاش؟ لانه بكل بساطه مدايرين مطبقين زيرو، يعني التسامح مع المبيدات صفر. علاه صفر؟ على خاطر ما عندهمش النسبه قدامهم. سما دركا انا درت منشور
الخدمه بسيطه جدا. السفاره الجزائريه في امريكا، السفاره الامريكيه في الجزائر، وزاره التجاره الخارجيه، وزاره الفلاحه، هادو لازم ينسقوا مع بعضهم باش يتصلوا بالحكومه الامريكيه باش يضيفوا التمر للكود هذا، وانتهى الامر. يولي التمر الجزائري يدخل خلاص. حتى لو كان يديو الكونتينر تاعك ويدققوا معاها، او كاين الاخر، كاين الكود راهم يدققوا لك مع لي بابي تاعك، يعرفوا النسبه. السلام عليكم، فوت. الصفر مستحيل، ما كاينش التمر صفر مبيدات، خاصه موجه نحو الاستيراد. التصدير مثلا صعب جدا انتاج فلاح ينتج بكميات كبيره يمشي بصفر مبيدات، صعب جدا. ولكن نسبه المبيدات في التمر الجزائري شبه معدومه، منخفضه جدا. باش يقدر التمر الجزائري مثلا، على حساب انا عندي الاف دي اي ريبورت تاع مستورد الجزائري قدامي، خدموا ب 11000 دولار مع لابو معتمد من الاف دي اي. لازم ياكل المواطن الامريكي ما قيمته 20 كيلو تمر في السمانه بيتجاوز الحد الادنى من المبيدات المسموح به ولا المواد الكيميائيه المسموحه بها في التمر. تخيلوا واش ياكل 20 كيلو، تخيلوا ركزوا معايا مليح، 20 كيلو تاع التمر تقابلها 400 ولا 300 غرام تاع التوت فقط. يعني تستهلك، ما تستهلكوا من 20 كيلو تاع التمر تستهلكوا كميه مواد كيميائيه في 20 200 غرام تاع التوت. يعني فقط امور اداريه. هذا ما كان. وكاين ناس راهي ترجع التمر تاعها. ونزيد نقول لكم كاين مشكل اخر في الجزائر اليوم، لما يصرى اعاده ارجاع الحاويات التي لم تقبل مثلا، وترجع لاي سبب، مشاكل بنكيه، شروط، الاف دي اي مثلا في امريكا، الدوان، اي سبب يقدر يرجع لك الحاويه. كاين مشكل راهو يصرى اليوم في الجزائر، وانا متاكد باللي كاين. نقدر نقول لكم الاسباب، ربما السيستم الجديد اللي كرياوه تاع الجمركه في الجزائر ما كاينش الامكانيه تاع، ولا بالك ما كاينش مرونه كبيره في اعاده دخول السلع هذه للمنشاه تاعها. مثلا التمر يرجع للفلاح هذاك ولا المصنع هذاك مثلا، باش مثلا نقولوا انايا نخدم مع شركه شحن، نصدر من الجزائر نحو امريكا، وصلت الكونتينر عاودوا رجعوها 20 كونتينر عاودوا رجعوها للجزائر. باش اذا كاين الخلاص فوق، يعني ما يطلع البرودوي فوق فوق البابور، يتريليزاو الدراهم، لا بنك تريليزي لي الدراهم مثلا. في الحاله هذيك يعاودوا يرجعوا البرودوي، لازم حتى يعاود يدخل للجزائر باش يعاود يصرى الريفاوند. وهنا كاين مشكل، بزاف ناس يحصلوا المستورد هذاك اللي في امريكا مثلا على المصدر الجزائري يقعد معلق، والتكاليف راح تكون على شركه الشحن هذيك اللي راح تتعامل معها، وهذيك شركه الشحن تحطك في البلاك ليست الا لقاوك باللي انت انسان خسرتهم مثلا وما الى ذلك. كاين بزاف مشاكل يا جماعه اللي تخلي الصادرات الجزائريه ماشي فقط ما تغزوش الاسواق كما يقولوا هما، تغزو للاسباب تاع المنتج في حد ذاته والتنافسيه تاعو، لمشاكل اداريه. قال لك هل يا اخي مجموع الميزانيه منذ قدم التبون 500 مليار دولار، هل هذا معقول؟ علاش ماشي معقول عبدو وبيده؟ علاش ماشي معقول؟ اني في البدايه تاع اللايف قلت لك علاش 500 مليار دولار صرف. ادخل الفيديو تاعي اليوتيوب على الفيسبوك، اني ذاكر لك شركات مداخلهم اكبر من لسانه اكبر من نفقات الجزائر هذه تاع 500 مليار دولار. هاكم عندكم مشكل تاع ارقام، ما تشوفوا الدول كيما العباد، عندكم مشكل تاع المليار دولار. هو الاشكال. واش راح ندير لك يا صديقي؟ انت بالنسبه لك مليار دولار رقم كبير، بصح بالنسبه للدوله وصرف 500 مليار دولار بالنسبه للدوله وصرف. هذا هو الاشكال يا صديقي. واش راح ندير لك؟ انا نقول لك نايكي المداخل تاعها 50 مليار دولار اللي هي مداخل الجزائر تقريبا لسنه، وانت تقول لي هل معقول يصرفوا 500 مليار دولار؟ شركه احذيه فيها 50,000 عامل، ابل المداخل تاعها 300 مليار دولار عندها 166,000 عامل. واش راك تهضر؟ لازم باش تعرف اذا الرقم هذا معقول لازمك تروح تقرا قانون الميزانيه. هيك ما تقراوش يا صديقي. وانا واش راح ندير؟ دونك انا واحد ما يقراش، واحد يعارض امر ما قراش لانه ما نعكسش عليه في حياته اليوميه، وانا واش راح ندير له؟ وماشي درك ما انت الا خرج لك الفيديو تاعي انا بسطتها لك، انني جبت لك قانون الميزانيه. انا قانون الميزانيه اني شرحته بطريقه برلمانيه ما تناقشوش بها، باش نديها لك من الاخر يا صديقي. ادخل الفيديو تاعي في اليوتيوب فيه تقريبا 45 ولا ساعه ارقام ومؤشرات وشرح للارقام هذيك. عندما ما تفهمش اعتمادات الدفع نقول لك واش هي اعتمادات الدفع، شرحت لك كلش باش تكون مواطن يعرف يقرا قانون الميزانيه. كي ما تعجبوش حاجه يريكلامي عليها، ما تجيبش انت بصفه 500 مليار دولار ما عجبتنيش، ما هاني كي الوليدات الصغيرين. لا قال ما عجبتنيش انايا مثلا نفقات على ميزانيه وزاره الثقافه، قال انا ما عجبتنيش مثلا الدعم اللي يروح لاسعار الطاقه نقصوا فيه. هكذا تناقش الامور، ماشي تناقش الامور بفهم خاطئ اصلا ليك نتايا الميزانيه الدول. الناس اللي عندها بكل صراحه هذه ما تحتاج لا مستوى تعليمي لا مستوى في الاقتصاد، تحتاج الثقافه. الانسان المثقف يعلم علم اليقين ان 500 مليار دولار ما نفقات لدوله مثل الجزائر بالمساحه تاعها السكان تاعها صرف.
والجزائر راهي في ضائقه ماليه. روحوا قراو قانون تقرير صندوق النقد الدولي، روحوا قراو ما سيدي ما ديروش ثقه نتوما في الحكومه الجزائريه، روحوا تقراو تعليق صندوق النقد الدولي وكل شيء على الجزائر مثلا، يحكيوا على الضائقه الماليه هذيك اللي عايشه فيها الميزانيه بسبب قله الايرادات، واننا نلجؤوا للتمويل من العجز. هادو التقارير يديروهم خبراء، فوالا هادو ما راحش يجاملوك. مثلا قرا كيكون امور ايجابيه يتكلموا عليها، مثلا تحكم الحكومه الجزائريه في معدل التضخم. انا هذه هضرتها قبل ما يهضر عليها صندوق النقد الدولي. انا ما نقدرش باغ اكزومبل اليوم نجي ننتقد المسؤولين على السياسه النقديه في الجزائر، مستحيل. الا انتقدتهم نولي شخص غبي. كيفاش ننتقد انسان نجح في العمل تاعو؟ ننتقد انسان قدر يتحكم في معدلات التضخم في الجزائر، انها ما تكونش معدلات التضخم مفرطه كما صار في بزاف لي بيي، بعد ما وصلت الجزائر الايرادات حكوميه ما تتجاوز 38 مليار دولار في فتره كورونا. ولتما كاين طيبعه كبيره وضخ كبير للكتله النقديه بدون مقابل في الاقتصاد باش يقدروا يغطوا النفقات الضروريه الاساسيه للحكومه الجزائريه في النهايه. الحكومات في كل دول العالم تطبع الاموال بدون مقابل، في كل دول العالم، ويسميوه التمويل من العجز، ويسميوه الدين الداخلي. هو تمويل الخزينه العموميه عن طريق البنوك، يقدر يكون مباشر عند خزينه عموميه مباشره البنك المركزي، وهذه صارت في الجزائر. يقدر يكون عن بطريقه غير مباشره عن طريق قروض مثلا، طرح للسندات يشريهم البنوك، والخزينه تريكيبيري الدراهم، وهي مطالبه باش ترجع الدراهم هذوك تدريجيا. هذه موجوده في كل دول العالم. لماذا؟ لانه بكل بساطه من السهل جدا انك تخفض القدره الشرائيه تاع واحد يخلص 6 ملايين وتولي تشري له ما قيمه 4 ملايين، لكن في المقابل من الصعب جدا انك تخفض القدره الشرائيه تاع واحد عن طريق انك تهبط له الصالير تاعو من 6 ملايين ل 4 ملايين، يخرج لك في مظاهرات ما يرضاش، يحسك سرقته. هذه هي الحكومه كيف تلعب مع الشعوب في امريكا، في كلش. مثلا هنا في امريكا القدره الشرائيه تاعنا كاع انخفضت كلنا، بصح الصالير تاعنا قاعد يطلع. علاه؟ باسكو معدل التضخم اكثر من الارتفاع في الصالير. القوه الشرائيه تاعنا في امريكا انخفضت. اغلبيه لي زاميريكا يمتصوا هذه باسكو تجي تدريجيا بالشويه. هو ماشي عايش مليح، ما عجبوش الحال، بصح ما يوصلش للمرحله هذيك تاع واحد جا له الدراهم. البيشيك تاعو كان يجي 6000، ناض الصباح لقاه يجي 4000، ما يروحش يخدم. والله ما يروح. بار كونتر يروح يخدم، كي يروح المارشي يلقى الدجاجه اللي كانت 40,000 دير 60,000، يشري نص دجاجه ما يشريش دجاجه. هذا واش يحدث في كل دول العالم، وهذا واش يحدث في الجزائر. انخفاض القدره الشرائيه. علاش؟ لانه الكتله النقديه في الاقتصاد زادت. هذا الامر هذا خطير في الجزائر. لا، علاه؟ لانه الدين الداخلي في الجزائر مستقر. لو تروح لقانون الميزانيه تلقى انه الدين الداخلي في الجزائر قاعد ينخفض، النسبه تاعو بدات تنخفض. هذا يعني انه كاين سحب للكتله النقديه الزايده في الاقتصاد. ولكن لو يبقاو اسعار المحروقات ب 70 و72 و74 نزيدوا نعاودوا نرجعوا للدين الداخلي يرتفع، وهذا هو الخطر. ينخفض ويرتفع، ينخفض ويرتفع، ولكن نسبه الارتفاع اكثر من نسبه الانخفاض، وهذا اللي يخلي الترند تاعنا تاع الدين الداخلي صاعد، وهذا اللي يخلينا رايحين نوصلوا في سنه معينه اذا مشينا بهذه السياسه وما زدناش نوعنا المداخل وما جبناش نتائج من المشاريع اللي تلقوهم مؤخرا، رايحين نوصلوا لواحد النتيجه بسيطه جدا صديقي العزيز، اللي هي ارتفاع الدين الداخلي لفوق ال 100%، وهنا تولي ما عندكش حل الا انك تروح للدين الخارجي. ولما تروح للدين الخارجي التكلفه على الدين الخارجي دوما اكبر من التكلفه على الدين الداخلي، لانه الفليكسيبيليتي اللي عندك انت مع مؤسساتك الماليه الداخليه ما راحش تكون عندك مع مؤسساتك الماليه الخارجيه. هاو الاقتصاد، هذا هو الكلام اللي لازم يتقال. ماشي تنوض الصباح هكذا مدعمش تبون مد 200 مليون دولار للبنان والشعب ضايع. انت تبون كيفاش تمد 200 دولار للبنان وحنا ضايعين؟ عيب عليك. انا فهموني يا خاوتي، سا مارش با كوم سا صديقي. الدول ما تمشيش هكذا. اول حاجه قبل ما تهضر 200 دولار تحقق منها اذا تكزيستي. نهار تكزيستي لازم تفهم الصيغه تاعها. الدوله راهي تضارب درك على اعاده الاعمار في غزه، والحرب مازال ما خلصتش في غزه. علاش يتضاربوا على اعاده الاعمار في غزه؟ شكون اللي يدي نسبه كبيره من اعاده الاعمار في غزه، اعاده الاعمار في لبنان وما الى ذلك؟ علاش يتضاربوا على فعل الخير؟ ما تقوليش انت يا حط الدول هذوك اللي يديروا موسيقى حزينه دينيه من وراهم ويجيب هكذا ويقول لك اخواني لقد ساعدت هذا الفقير. الدول ما يمشوش هكذا. الدول عمرهم ما يديروا خطوه هكذاك بوغيان. الور الانسان يحاول كي يكون عنده نقد موضوعي، النقد الموضوعي هذا يسمعوا على اعلى مستوى وياخذوه بعين الاعتبار الناس اللي راهم في مجالاتهم. انا بور مو هذا انا هذه هي طريقتي في الكلام مع الناس. الور what do you think c'est parce que mon texte what is a FMI projection for the balance of payment if it's in the coming years and how it will affect reserve levels. قال لك اسامه واش رايك مع الافامي، يعني التوقع تاع الافامي الميزان المدفوعات الجزائري وكيفاش ياثر هذا على البالانس تاع ياثر على عفوا البالانس تاع الريزيرفز تاع الاحتياطيات تاع الجزائر.
توقع مبني على اسعار البترول الحاليه، بيان سور توقع صحيح. وحنا رايحين نتوقعوا باللي لي ريزيرف تاع الجزائر ينخفضوا، هذه امر بسيط جدا لانه الاقتصاد الجزائري بسيط واضح جدا، مداخله واضحه حتى الان، تقدر تغلط ب 4 5 مليار دولار على الاكثر. بصح ماشي للدرجه تاع 39 مليار دولار فقط احتياطيات درك موجوده في الجزائر. هذا ما كان ممكن 4 مليار 5 مليار انخفاض بكل بساطه. علاش؟ باسكو داروا في تقديراتهم انهم يستوردوا بنسبه اكبر من العام الماضي، وفي نفس الوقت الصادرات الجزائريه القيمه تاعها تقدر تنخفض العام هذا مقارنه بالعام الماضي، لانه اسعار المحروقات انخفضت. لانه كاين اللي ياثر لك في النهايه في المبلغ الاجمالي هي الكميه والسعر، ماشي الكميه برك. تقدر ترفع الكميه ينخفض السعر اكثر، تاثير انخفاض السعر اكثر من تاثير ارتفاع الكميه يؤدي في النهايه الى نتيجه سلبيه. بصح بالمعطيات اللي عندنا درك ما راحش تصرى لنا ازمه احتياطيات الصرف، لا، ولكن الشعب الجزائري راح يعيش في بيئه الندره بكل بساطه للاسف الشديد. لماذا؟ لانه بكل بساطه ما راحينش يقدروا يفتحوا الاستيراد بصوره كبيره اللي يخلي المنافسه في الجزائر تزيد والندره في بعض المنتجات تزيد، ودخلوا منتجات باسعار مناسبه للقدره الشرائيه الموجوده اليوم في الجزائر. وراح مالوغوزمون نبقاو حاصلين في المعادله هذيك، احتياطيات الصرف، الاستيراد، سعر صرف العمله، السوق الموازي، احتياطيات الصرف. هذه تحتاج قرارات شجاعه وتحتاج خدمه كبيره وتحتاج تدخل اموال قبل باش تنحيها وتقضي عليها نهائيا وتمشي عادي، واللي واحد يستورد يروح لابنك والدراهم يدخلوا الحكومه ما تخافش كي يخرجوا الدراهم، على خاطر كاين طاهر يخرج، كاين نعمان يدخل. نستلو ما دارت شركه بلاط. ما كاينش دليل على الابتزاز وما كاينش ابتزاز حتى الان، وانا اتوقع بنسبه 99.99% ما كاينش ابتزاز. انا تعرفوني انسان كوريكت يا جماعه، كاين مد رايي ومد رايي واش يقول عقلي. كاين ناس قال لك دعم، انا ما كان لا دعم شركات لا والو. اللي نفسه اللي خرج باسم الشركات الداعمه للاقتصاد هو نفس الانسان خرج مرمد الخطوط الجويه الجزائريه اللي هي شركه وطنيه، خاطر عنده باد اكسبيرينس معها. مالغريتو الانسان الاكاديمي المنهجي من المفروض عمره ما يخرج ينتقد حاجه على خاطر عنده باد اكسبيرينس وينتقدها على اساس شخصيه، ينتقدها از كاستمر. هو راح يهضر حتى دخل الجانب السياسي في الامر. سما هذيك انا بور ماي بوبوليزم، هذيك شعبويه لا اكثر ولا اقل. هذا ما كان والو غيان. وراح تتاكدوا وراح الحكايه هذه ما زيدوش تسمعوا عليها اصلا. كاين وحده انتقدت نوعيه من المنتجات تباع اليوم في الجزائر اللي داخله في الصناعه الغذائيه، منظمه الصحه العالميه تكلمت هذا الامر وراه قديم بزاف ومعروف عالميا. اي منتجات مصنعه خاصه اللي ذكرت هذاك بالذات البولي هذاك، النوع تاعو هذاك المصنع فيه يزيد احتماليه الاصابه تاعك بالسرطان ا لونغ تيرم اذا استهلكته بكميات معينه. صافي دير باكو تمرض تصير، صافي دير باكو ما تمرضش، يزيد النسبه. راح يدخلوا فيها الجينات ويدخلوا فيها العامل الوراثي ويدخلوا فيها بزاف صوالح. جو بونس هادو الاخصائيين اللي يقدروا يهضروا فيها. مي نسبه احتماليه الاصابه تاعك مرض السرطان لما تستهلك الكميات هذه من الاغذيه معروفه نسبه كبيره. خاصة المواد الكيميائية اللي هضرت عليها هي اللي ذاكرين مباشرة في تقارير تاع خبراء تاع منظمة الصحة العالمية. ناس دخلت الجزائر، اذا الجزائر مستهوينه على دخلوا ديما زعما تردوا اي انسان ينتقد حاجه خائنه للوطن وينفي مؤسسات الدوله. شكون قال لك باللي الدوله مسؤوله انها ما تبيعش منتجات تشكل خطر على صحه السكان تاعها؟ نو، اغلبيه المنتجات اللي راهم يتباعوا في كل الاسواق العالميه عندها نسبه من الخطر على صحه السكان. التدخين مضر بالصحه يكتبها لك في لابواط. انا والله يا جماعه شوفوا خوتي، انا نامن بحاجه، كاين معدلات ذكاء مختلفه عند البشر. انا ما نقدرش ندير انسان تلوثه في حياته ما نلعبهاش نناقشه بكل صراحه. ما نقدرش الانسان ما يخدمش راسو يقول بصح الدخان مكتوب فيه مضر بالصحه والدوله تبيع فيه والناس تشري فيه. الدوله ما تبيعش منتجات تاثر تاثير مباشر عند الاستهلاك، منتجات تسممك، منتجات منتهيه الصلاحيه ما تخليكش تبيعها، منتجات على شكل ادويه تشكل لك خطر، توقف لك قلبك، تحبس لك الكلاوي، تحبس لك الريه سير بلاص. اما انت اللي مسؤول على واش تبلع لونغ تيرم. راح في كل الحالات اذا ما تعرفش تستهلك ستمرض. يعني حتى لو كانت ما على باليش انايا نقولوا مثلا انت عندك مشكل مع اللاكتوز تاع جو بونس هكذا اسمه الحليب، ياثر لك على الاستوما تاعك، يمنعوا الحليب؟ لا، لو كان تستهلكه بكميات كبيره قد حتى تموت. واحد عنده الحساسيه تاع منتج معين، الدوله ما تقدرش تدخل في الامور هادو، انت اللي مسؤول على روحك. وهذا الانسانه دورها انها تقول للناس كيفاش ياكلوا بطريقه صحيه، واللي يبيع المنتجات الغير صحيه في السوق دوروا انه يسكت، ما يجيش يقول للناس علاش تتقفوا في نظامكم الغذائي، علاش انتم حابين تتحلبوا، علاش تحبوا تاكلوا حاجه فريش بيو ولا حاجه اورغانيك، ولا تحبوا تاكلوا لي فروي، ولا تحبوا تاكلوا الخضره، ولا تحبوا تاكلوا اللحم من عند الجزار ومن عند الخضار. واصلا من المفروض الكاشير هذا، على بالي كي تقول لي الصوت، انا على بالي علاش راك تقول لي الصوت، على بالي بيا هذا الكاشير بكل صراحه يا جماعه
البري تاعو شحال في الجزائر؟ شحال الكيلو تاع البولي هذا فيمي ولا واسمو؟ شحال شحال البري تاعو الكيلو تاعو شحال؟ عطوني البري تاعو شحال يدير؟ 300 150 الف الكيلو. شحال يدير الدجاج؟ 70 الف 60 الف. خوتي يا جماعه، اوعيب تشري اوعيب تشري كاشير مصنع فيه الدجاج وشويه خرباير شويه مواد كيميائيه وتخلي الدجاجه فيها جماعه بيو تاع واحد يبيع جواج تاع عرفو يروح يذبحهم ويحطهم يبيعهم. او كارثه يا جماعه. كاتاستروف على بالكم شغل كارثه يا جماعه. ركزوا، هذه مهمه جدا معاها. راهو عيب كبير انك تخلي الدجاج تاكل البروتين باين، تستفاد الكره تاعك من البروتين ببري، وتروح تشري بري غالي تاع ماكله مضره بالصحه. واش هي هذه اللي راهم يقولوا خدمه للمستهلك؟ وين راهي الخدمه للمستهلك؟ انا نشوفوا غباء. هذا غباء المستهلك. وحكايه شركه جزائريه دير خدمات الاقتصاد الجزائري. يضرب الشعر يا جماعه. بدا الشعر. الله، هذا وين راه ماركيت ما شاء الله. 3 موا 4 موا ان شاء الله. نرجع ل 2016. دوك يدير عليا فيديو يقول لي عايش في امريكا، يقول لي مداير غوجالير. علاش تروح تشري نتايا علاش تروح نتايا؟ نعطيك الخطه تاعي، نقول لك واش درت. نعطيك الخطه تاعي. شوف لي كلي راجل راهو ضارب فيا، سماني بان والفراغات، ولكن انا عندي بروغرام ماشي عليه ان شاء الله. كيفاش نسير بمقارنه غلطه هذه؟ واش من المقارنه هذه غلطه صديقي؟ راني انا نقول على نفسي مستحيل نخلي الدجاج فراش نروح ناكلو سكالوب ولا دجاج ونروح نشري حاجه مضره بالصحه. انت راه غواش ولا موت. وهذه حكايه الشركات. قبل ما نروحوا يا جماعه نكوبي معاك من اللايف، شركات تدعم الاقتصاد الوطني. كاينه حاجه اسمها البوند كوموند، شغل وصل تاع طالب واجد. معناتها السوق، انتم هما السوق الجزائريين، والشركات تجي تدي حصص من السوق. معناتها واش تدي هذه الشركه كحصه من السوق، تقدر تجي شركه اخرى تديه. كاينه واحد القاعده اليوم ماشيه في الدنيا هذه، اللي هي الماركتينغ، اللي هي التسويق، اللي لازم تلقى السوق باش تخدم، ماشي تكري البرودوي باش تخدم. هذيك بيكري في زمن الثوره الصناعيه، الناس كانت مخلوعه مساكن، كل ساعه يخرج برودوي جديد. دونك كاين تشبع من كلش. يعني انت واش تبيع اكزيستي، ماشي شي حاجه واو. انت القدره تاعك الوحيده كشركه في التفوق هي في قدرتك على التسويق باش تبيع وعلى جوده ما تبيع. اما المستهلك لو كليون سي لو غوا كما يقولوا، لو كليون لو غوا. المستهلك ملك. علاه يقولوا له ملك؟ لانه هو يقرر. اسمه هذاك المستهلك وهو اللي يخدم في المنتج، ماشي المنتج اللي يخدم في المستهلك قاعديا. يعني كاين نتعمقوا في الامر. ماشي تقول لي الشركه هذه دارت مدت مداخل الخزينه، تروح هي تجي واحده اخرى تمد نفس المداخل الخزينه، والمستهلك ربما يدي جوده افضل. بيان سور حنا ماناش نهضروا هنا. انا جبريفير منتج يدي، انا مستهلك يستهلك الدجاج اورغانيك ولا نورمال، دجاج مليح ماشي اورغانيك كاع يديروا الدواء، معليش اوكي. ياكل دجاج فريش من عند الجزار، هذوك الدراهم اللي يصرفها مع الكاشير يروح يصرفها مع الجزار. هذه يا جماعه على كل حال هضرنا في كلش. لو كليو يروا فوالا، لو كليو يروا فوالا، لو كليو يروا. مهاجر في الغربه، حكينا على السوجي تاع فرنسا واش هي تحوس وكيفاه نفيوها معها ولا نو. ما تجيش لعندي تقول لي حكايه على السوجي تاع فرنسا. روح قول اللي كان يقول لكم باللي الجزائر مقاطعه فرنسيه. احنا طرحنا واضح. احنا اي حادث يجي ياكد باللي طرحنا صحيح. اللي كان يكذب عليك ويقول لك الجزائر مقاطعه فرنسيه، روح قول له حكي لنا على واش صاري. احنا نقولوا واش صاري هو ازمه دبلوماسيه بين زوج دول كامله السياده، الجزائر وفرنسا. حتى من قبل انا نقولها لكم، شوفوا يا جماعه، من قبل ماشي كانت الجزائر بدون سياده، كانوا مسؤولين عندهم مصالح شخصيه، ماشي كلهم، نسبه منهم عندهم مصالح شخصيه كبيره في فرنسا تخليهم يضربوا النح، وفرنسا تبتزم وتضغط عليهم بمصالحهم الشخصيه. هذا الامر لا وجود له اليوم. اما الجزائر في دستورها، في عقيدتها، في توجهها كجمهوريه بعيدا عن الاشخاص، دوله كامله السياده من تاميم المحروقات. وقيس على ذلك قانون المناجم. نخاف نهضر لك على قانون المناجم ونلقاك ما قريتوش. على بالي باللي راح نهضر لك على قانون المناجم، نهضر لك غير على 80 24. قلت 80 40 80 20. خرج لي واحد اللايف في تيك توك، يطلع واحد يقول لهم 80 20 هي نسبه الامتلاك، ومن بعد الحكومه تقدر تدخلك يا جماعه في الدول المتقدمه ما كاينش حاجه نسبه مساهمه الدوله في مشروع واحد. شركات خاصه امريكيه فرنسيه المانيه ايطاليه تروح تدخل دير مناقصه ولا دير طالب استثمار على مشروع معين. الدوله اللي تقرر لمن تمد المشروع بناء على مصلحتها والتنافسيه تاع الشركات هادو، وافضل اوتكم يقدر يجينا من الشركات هادو.
الشركات هادو ما يهمش جزائريه اماراتيه مغربيه قطريه. لماذا؟ لانه في النهايه تخضع للقانون الصارم لتلك الدوله. في النهايه ما مشاوش وفق المخطط المسطر لهم في قوانين صارمه من وراها مختصين. ديغاج حق الشفاعه اللي موجود في الجزائر. هذه رقم واحد. زوج، كي نقولوا نسبة مساهمة الدولة ماشي نسبة امتلاك الدولة، هي نسبة مساهمة الشركة الوطنية التابعة للدولة الجزائرية في الشركة اللي تتأسس داخل الجزائر، اللي هي شركة مساهمة. شحال النسبة تاعهم ولا الأسهم تاعهم في رأس المال تاع الانطلاقة تاع المشروع، اللي ما يكونش هو رأس المال تاع الشركة، ماشي تاع تمويل المشروع. يقدروا يمولوا المشروع من بنوك وما إلى ذلك. وبيان سور كو هذا نسبة الامتلاك تقدر تكون عندها تأثير على القرارات داخل الشركة، ياس، على طريقة الإنتاج، على المجلس الأعلى للشركة وما إلى ذلك. ولكن القرارات هذه كيان الشركة ما يقدرش يعلو على كيان الدولة. يعني كل القرارات هذه في النهاية تخضع للقانون التنظيمي العام لقانون المناجم، واللي يقول في المادة 3 أن الجزائر لها كل الملكية والسيادة المطلقة على كل الثروات المنجمية والمعدنية الموجودة في الرقعة الجغرافية الجزائرية والمياه الإقليمية التابعة إلى الجزائر. أنا نصدقك أخي، تحكي برك ادخل اقرا مشروع قانون الميزانية، مشروع قانون المناجم راهو قدامي، المادة 3. حبيت تنفي كلامي، ادخل اقرا مشروع قانون الميزانية. انت مشروع قانون المناجم. انت قانون المناجم عندك 80/20، هذاك واش تستوعب عقلك؟ عمري تنوي نسير من فضلك نصيحتك من السيطره على الاقتصاد. هيا مشي تلعب على روحك يا ياسين، كيفاش نبلوكيو هذا؟ هيا مشي تلعب على روحك. ما نحبش نبلوكي الناس، بصح انت صامت صديقي. يجي واحد يسب والله ما نبلوكي عادي، ماشي مربي، جزء من المعادله. بصح انت هي عندك ساعه 5 كومونتير تاعك عاودت 20 مره يا خويا. هاك حاب تضحكنا ما تقدرش. شركة أجنبية تخصص الجزائر 7 ملايين آخر الصالح جازم الدولة قاتلة مع طالب باك 3 ملايين فقط. حمام محمد آمين ما جو سي باسكو تكزيستي هاد الحكاية ولا لا مش كال est ton avis sur le recours de l'Union européenne à l'arbitrage pour résoudre son problème avec l'Algérie. ميروش هادي درت فيديو جو بونس في تيك توك ومام في الفيسبوك على الاربيتراج هذا اللي هو كيفاش نعيطوا بالعربية، المحاكمة نو سميوه لي بعد بالعربية أنا نسيتو. ماشي المحاكمة، لا سميو لي التحكيم. عطاك الصحة، التحكيم. ميرسي حبيبي، راح لي لو تيرم. واخا لا راح نولي فرانكوفون. ايماجيني نولي فرانكوفون تقعر. التحكيم. الله يجزم سلمك خويا صباح. التحكيم، شوفوا يا جماعه نحكي لكم باختصار على التحكيم، نزيد نشرحوا ونروحوا واستفادوا وتعلموا هكذا. قادر تستفاد. نتوما حابين تكونوا ناس مثقفين وتهضروا على الاقتصاد الجزائري وتدولوا منا وما طيحشين على نسيبك كي تروح تخطب. شوفوا يا جماعه، التحكيم اون جينيرال، التحكيم ماشي هو هذا. كانت عندي تجربه شخصيه مع تقريبا ماشي تحكيم كيما الشركات، ولكن المشكل بيني وبين الشركه يجيبوا طرف ثالث وتجي نتايا ويجي المحامي تاع الشركه ولا المحامي تاعك وتحاولوا توصلوا لاتفاق بعيدا عن المحاكم. يعوضوا لك مثلا نشفى البطره هذيك، يعوضوا لي الصالير تاعي تاع 14 شهر جو بونس. مي ريحت بلا خدمه 14 شهر باسكو خشنت راسي. لو كان نروح نخدم اوتوماتيكمون ما نقدرش ندوموندي التعويض هذاك كي نيغوسي اسونسيال. رجعوا لي الصالير تاعي تاع 14 شهر باسكو فايراوني، خرجوني من الخدمه باسباب غير قانونيه. السبب اللي ذكروه واللي غلطوا فيه وقالوا علاش خرجناه، السبب هذاك غير قانوني، فيه تمييز. تو سامبلومون تروح للورك فورس ديبارتمنت، تروح تحط اعتراض على الامر هذا وتقول ماني تعرضت للتمييز ومنا هما واش يديروا، هما يخليوكش تروح للمحكمه. باسكو لو كان تروح للمحكمه شركه كبيره السمعه تاعها يقدر يسمع الاعلام مشكل. هما واش يحاولوا يريقلوها لك الاميابل. ومن بعد انت والمحامي اللي قادر تخلص اون جينيرال الحكايه تاع $1 مليون و2 ملايين دولار هذيك حالات شاده جدا راك تحلم بها برك. هذيك اللي كبرات ومحامي كبير ومشى معاك المهم لو كتتعمقوا هنايا اصلا ما تلقاش محامي يمثلك، باسكو المحاميين الملاح كاع عندهم مصالح مع الشركه ولا عندهم مصالح مع المحاميين تاع الشركه هذيك الكبار. تلقى راك انت نميله هكذا شغل عندك القانون قدامك بصح ما دير به والو. اكثر حاجه تقول لما خالتي اعطوني غير 14 شهر تاعي اللي ما خسرتش فيها بسبتكم، والله روحوا الله يسمح وما نزيدش ندوموندي خدمه معاكم ودير اتفاق ما يزيدوش يشوفوا وجهك افي. انت تقول لهم باللي نتعاهد ما نزيدش نقدم على طالب عامل معاكم افي لانهم اقوى منك. نفس الشيء بالنسبه للشركات. الشركات كيديروا مثلا اتفاق الشراكه بين الجزائر والاتحاد الاوروبي. اتفاق الشراكه جماعه هذا بين الجزائر والاتحاد الاوروبي عنده وثيقه. الوثيقه هذه كيخضع لها الطرفين. في حاله عدم الاتفاق ولا التزام من حق اي طرف في الوثيقه هذيك يدير تحكيم ويطلب التحكيم ويمد مهله للطرف الثاني. يديروا لجنه تحكيم. اللجنه هذه يكون فيها ممثل على الطرف ممثل على الطرف بي اللي هو الجزائر والاتحاد الاوروبي وواحد محايد. المحايد هذا يعينه هما وفق اصلا
الطرق اللي متفاهمين كيفاش يعينوها، ولا تعينوا هيئه دوليه محايده تماما في حاله ما اتفقوش. كل طرف يعرض لي زارغيمون تاعو، من بعد يخرجوا بقرار نهائي ملزم للطرفين خارج المحاكم، ملزم للطرفين كطرفين. نفرضوا مثلا خرجوا بقرار سلبي للجزائر، الجزائر تقدر ما تلتزمش بالقرار هذاك الملزم، هذا يؤدي الى فسخ الاتفاق الشراكه مثلا. في نفس الوقت الاتحاد الاوروبي يولي دوليا السمعه تاعو ما تتهزش لما يطاكي اقتصاديا، يعني لما يدير سياسات عقابيه كما يسميوها، مع انه الاتحاد الاوروبي ماشي امريكا بيان سور، مي نقولوا تصعيديه معاك، يقدر يحاربك بكل الطرق، يقدر يفتح عقود الغاز معاك في اذا كان الغاز متوفر، يقدر المهم يدير لك مشكل. انت هنا في الحاله هذه ما تقدرش تكون عندك تاثير، ولا تقدر تعارض الامر هذا بطريقه تخلي العالم ولا دول اخرى ولا السمعه تاع الاتحاد الاوروبي تدمس ولا ياخذوها بعين الاعتبار بكل بساطه. هذه هي. جا راني نقرا كتاب اسمه ايكونوميك ان وان ليسن تاع اوكي هذا يا. واش رايك في المفاهيم اللي يطرحها؟ انا بيرسونالمون والله ما قريته، باك نكتبه هنايا عندي، جامي قريته صديقي. الى عجبك نقراوه. ايكونوميك ان وان اوكي يا كاين هنا في امازون. يدير $40. اوكي شحال؟ اوكي ان شاء الله نقراوه. اوكي نورمالمون هذا يا اخي شكون كاتبو؟ عاود كتب لي الكومونتير، خرج لي ها. هنري اوكي بالزي ماشي بالاس. يا بالزي ماشي اس، تكتب بالزي ماشي بالاس. يا هذا مليح، هذا مليح صديقي. هذا شغل جاي موضوعي بزاف، شغل هو يديفوندي الفري ماركت و ميم طو يبرر التدخل الحكومي، شغل نقدروا نقولوا يدافع على البوليسيز اللي يجوا كيفاش نقولوا حنايا شغل معتدلين. فوالا شغل هو من الناس اللي فوالا ماهوش عنده ايديولوجيه هكذا، لا عنده كلام واقعي بزاف. مي بيرسونالمون الكتاب هذا جامي قريته. قبل هذا الانطلاق الفعلي الاستثمار سيحسن الاقتصاد. بيان سور الاقتصاد يتبنى بالاستثمار. باش تبني اقتصاد؟ واش رايك في مساله حصر السلاح في الشرق الاوسط؟ والله ماني متبع هذه الحكايات. هذا فدا من الاجتماع فرنسي يتناقشوا مثل اليونان سوف يقلب العجز في الميزانيه ويساعد على رفع السعر الصرف. بيان سور بصح عندها فاتوره الاجتماعيه. We don't see business strategies in TV channels or even in YouTube from Algerians. I think we should move to the next step of أنا بيرسونالمون ما نكذبش عليكم شغل مازالني نخدم على روحي بيرسونالمون، ولكن نولي كهل يباسي 45 يكون الانسان رفد باكاج كبير، طلع الاكسبيرينس تاعو ان شاء الله، نسيي نساهم ان شاء الله نديرو دي بودكاست بوركوا با في المستقبل. انا بور موا راني مليح كيما راني هكذا. علاش ما كانش صديقي؟ تو سامبلومون باسكو الوعي الاقتصادي ما كانش في الجزائر، والاعلام راهو يدير في دور تجاري ماشي دور توعوي مالوغوزمون. خلي الصحفيين هكذا اللي يديروا دور مفيد للامه ان صح التعبير، للمجتمع. حنا عندنا مجتمع قليل ما عندناش، سما هو يشوف والكلام هذاك اللي فئه من المجتمع تسمعوا ولا يتعارض مع سياسه السلطه الحاليه بيان سور، باسكو الاعلام في كل دول العالم يتاثر بالسياسات العامه لتلك الدوله، سواء لانه تمويل ولا الرخص اللي يعمل بها، كل شيء هذه معروفه، اي خط تحرير معروف. فهي تجي بسيطه يروح يشوف الكلام هذاك اللي يساعد فئه كبيره من المجتمع ويتماشى مع خط التحرير ويقدم هذاك الانسان بكل بساطه صديقي. وصافو دير باكو ما كاينش اعلاميين محترمين في الجزائر ويجتهدوا، ولكن يجتهدوا في حدود معينه. الله في ارواحكم، على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم، وتحياتي للناس اللي بارطاجوا اللايف واللي تفاعلوا مع اللايف. احبكم.